This is why you shouldn't try to hitchhike in Egypt. ريتشارد هيسافر من الجنوب للشمال في مصر في رحلة مثيرة. تعالوا نتفرج عليها ونشوف ايه مدى الخطورة اللي اتعرض ليها مسافة 600 كيلو بدون تنسيق مع أي حد في مصر. Right now I'm in the south of Egypt and I'm going to hitchhike all the way up north. Quite a few people advise me against it because there's a possible threat of terrorism. بيقول إن عدد قليل من المصريين نصحوه إن هو ما يسافرش المسافة دي بدون تنسيق علشان ما يتعرضش لواقعة إرهاب. يعني أنت يا مصري من خوفك عليه توهمه إن في إرهاب، والإرهاب خلص عندنا من 2017، بقالنا 8 سنين يا راجل ما سمعناش عنه حتى. After waiting for not too long, واقف على الصحراوي في الجنوب عمال يلف حوالين نفسه عشان يتعرض لواقعة إرهاب. مفيش. these guys stopped for me with the best news ever. From here 600 kilometers. Yeah? Thank you so much. حنية المصريين، سواق الميكروباص ده أصلا ممنوع عليه إنه يحمل سياح في العربية، وكمان ممنوع عليه تاني، يعني دي غرامة تانية إن هو يمشي بيه على الصحراوي. واسألوا الشيخ أحمد الصغير شيخ سواقين الأقصر، يعني كده متعرض لغرامتين. That was amazing, and a couple hours later we stopped at this place for a snack. The name of this? Karkush. Karkush. Oh, cheers. Then he decided to give a whole bag of it. It was really أول واقعة إرهاب اتعرض لها إنه عدى على كامب عمال كانوا عايزين يريحوا شوية، عدوا على كامب عمال وضيفوهم بالموجودة عندهم. وفي مثل مصري عندنا بيقول الجودة بالموجودة وتسلم إيديكم وتسلم مقابلتكم. nice. And then the guys in the car treated me to even more snacks. السواق والراجل اللي معاه هو الأهم بالنسبة لي، لأن الناس دي بتجازف بمستقبلها حرفيا، لأن غرامات السياحة وحشة. هو مركب معاه سايح وماشي بيه على الصحراوي، الناس دي بتجازف بمستقبلها. After a couple more hours it got dark and I still had no idea where to sleep, and we were nowhere near civilization. I have no idea where they're going to drop me off and whether there is like a town where I can sleep. مشيوا بيه على قد ما مشوا وقدوا دورهم، عايزين يناموا والراجل عايز ينام. فكروا تفكير سليم ان هم يسلموه لأقرب نقطة شرطة موجودة على الطريق. Little update, they're going to drop me off at the police station. I hope I can maybe sleep in the police station.